يا اخي اقسم بالله ما في اجمل واحلى واعظم من مكتبة اسكندرية. وفي الفلوج بتاع النهاردة هثبت لك ان مكتبة اسكندرية اعظم مكتبة في العالم، وحق علينا كمصريين نفتخر بيها. Okay, let's go. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فلوج جديد على قناة بيوس أزوزة. فلوج النهارده عن مكتبة اسكندرية، مكتبة عظيمة جدا ومن احسن المكاتب اللي موجودة في العالم كله. فيديو النهارده هيكون مقسم ل6 اجزاء. اول جزء هقول لكم الاسعار، تاني جزء هتكلم على القبة السماوية اللي ورايا دي، تالت جزء هقول لكم معلومات هتبهركم، رابع جزء هتكلم عن تقدر تعمل ايه جوه مكتبة اسكندرية، خامس جزء هقول لك تاريخ تأسيسها ومين اللي أسسها، سادس جزء الأخير هاخدك في جولة جميلة داخل المتاحف العظيمة اللي في مكتبة اسكندرية. طيب يا جماعة، بنجيبوا التذاكر من هنا، وأسعار التذاكر كالآتي: سعر التذكرة للمواطن المصري 10 جنيه، وللأجنبي 150 جنيه. طب وللطالب المصري 5 جنيه، والطالب الأجنبي 20 جنيه. والمكتبة بتفتح من الساعة 10 للساعة 7. بصوا يا جماعة، ديت انا اول مرة اشوفها، شد الحبل اهي، دي فريق هنا فريق هنا، تمام، وبيشدوا الحبل بيشوفوا مين اللي بيكسب. دي حاجة التانية برضو اللي انا لسه شايفها جديدة على ما اعتقد ان دي بقى، يا رب ما كنتش بهبد، دي كانوا بيعرفوا منها يا اما دي بوصلة تقريبا، تقريبا يا اما بوصلة يا اما ساعة، بس عشان ما كنتش بهبد اعتقد بوصلة او حاجة تالتة غيرهم. استنى يمكن يكونوا كاتبين المزاولة الشمسية، مش فاهم يعني ايه الصراحة، بس تقريبا بيزاولوا الشمس بيها. اسف. بس يلا بقى اقول لكم معلومتين حلوين عن القبة السماوية. يا جماعة، ايه حكاية القبة السماوية دي بقى؟ القبة السماوية بيتم فيها عروض زي ايه؟ حياة الاشجار، بيجيبوا لك مثلا النجوم، الكواكب، مستقبل الطيران، الذكاء الاصطناعي، عروض كتير. طيب اسعارهم عاملة ازاي؟ للطلبة بتبقى 20 جنيه بس، طيب اللي مش طلبة 50 جنيه، والاجانب 200 جنيه. طيب مواعيد العروض دي بتبقى امتى؟ بتبقى الساعة 10:30 و11:30 والساعة 1. ان شاء الله في نيتي ان انا اجي احضر عرض من العروض دي واستمتع، ان شاء الله انت كمان تيجي وتستمتع. طيب صديقي المشاهد، دخلنا بقى على المعلومات المبهرة، واول معلومة مبهرة عايزك تعرفها هي ان في مكتبة اسكندرية في اكتر من 2 مليون كتاب. تاني معلومة عايزك تعرفها يا صديقي المشاهد هي ان مكتبة اسكندرية فيها اكبر قاعة اطلاع في العالم. يعني العالم ده كله ما فيهوش مكتبة فيها قاعة للقراءة اكبر من القاعة اللي موجودة في مكتبة اسكندرية اللي انا بصورها لك وقدام عينك دلوقتي حالا، وده شيء يخلينا نفتخر حقيقي بمكتبة اسكندرية. اللي قدامنا دول يا جماعة لوحتين المفروض ان هم على شكل وجه. وتالت معلومة عايزك تعرفها عن مكتبة اسكندرية ان في متاحف اثرية ومتنوعة جميلة جدا تقدر تشوفها، تتصور جنبها احلى صور وتمتع نظرك بالحاجات العظيمة دي.
ورابع معلومة يا صديقي عايزك تعرفها ان مكتبة اسكندرية بيجي لها اكتر من مليون زائر سنويا. طيب يا جماعة، جوه هدوء جدا، فما قدرتش اقول لكم تقدروا تعملوا ايه في مكتبة اسكندرية. تقدروا تعملوا ايه؟ عدوا معايا. اول حاجة ان اغلب الناس اصلا بتيجي عشانها هي التصوير، اماكن كتير حلوة جدا جدا للتصوير. تاني حاجة هي ان انت تقعد تذاكر، وانا واحد من الناس باجي احيانا وبذاكر هنا عشان اغير الروتين بتاعي، مع اني بذاكر قليل جدا بس باجي وبقعد، والجو هدوء وبيخليك تدخل في مود المذاكره بالذات لو انت ما بتعليش صوتك يعني وانت بتذاكر. المهم يعني ان انت تقدر تذاكر جوه مكتبه اسكندريه، تجيب الكتب بتاعتك وتذاكر. وكمان في كمبيوتر لو عايز تعمل بحث عن اي حاجه ببلاش فري. تمام. تالت حاجه ايه؟ لو انت بتتعلم اي حاجه وما عندكش كتاب تتعلم منه، في مكتبه اسكندريه في 2 مليون كتاب او اكتر من 2 مليون كتاب. تقدر ان انت تبحث عن اي كتاب انت عايزه في جميع المجالات، هتلاقي باذن الله. تمام. يبقى دي تالت حاجه. طيب رابع حاجه، الناس اللي غاويه فن بقى وحاجات جميله، في لوحات واثار ومنحوتات وحاجات تانية كتير تقدر تمتع نظرك بيها. طيب خامس حاجة، في متاحف جميلة جدا زي متحف السادات ممكن تدخله. سادس حاجة، في القبة السماوية، في عروض تحفة تيجي تدخلها بإذن الله. في حاجات تانية كتير هسيبك يا صديقي الصدوق انت تكتشفها. طيب يا جماعة، دلوقتي هتكلم عن مكتبة اسكندرية، مين اللي أسسها وتاريخها. مين اللي أسسها؟ الإسكندر الأكبر. إمتى أسسها؟ أسسها من أكتر من 23 قرن، يعني من قبل الميلاد. يعني إحنا دلوقتي في 2024، شيل ال 2024 دول، من قبلها ب 200 300 سنة كانت مكتبة اسكندرية موجودة. طيب هو ليه عملها؟ عملها عشان العلماء يعملوا الأبحاث العلمية بتاعتهم فيها. وفعلا العلماء اكتشفوا حاجات كتير مهمة جدا من خلال وجودهم في المكتبة وبحثهم العلمي. زي ايه مثلا؟ زي ان هم اكتشفوا مثلا ان الارض بتدور حوالين مين؟ حوالين الشمس. وان اكتشفوا ان الارض كروية. كل ده طلع من داخل مكتبة اسكندرية. يخرب بيت الجمال بجد. بس للأسف طبعا حصل حروب وبتاع، فتم تدمير مكتبة اسكندرية. لكن الحمد لله تم إعادة بنائها تاني سنة 2002، وبقت بشكلها الجديد ده مكتبة اسكندرية الجديدة العظيمة. وحقيقي مكتبة اسكندرية علم من أعلام مش اسكندرية بس، لا، من أعلام مصر كلها. وحقيقي لازم تكون مشهورة لأنها مش أقل من حاجات كتير تانية عالمية. ودلوقتي يا أصدقائي هسيبكم في جولة جميلة داخل متحف السادات، وبعديها معرض الكاريكاتير. بالنهاية وبين أنقاض ما بنى الإنسان وبين أشلاء الضحايا من بني الإنسان
كده اصدقائي خلصنا فلوج النهارده. اتمنى ان انا اكون فدتكم وعرفتكم هتعملوا ايه بالظبط في مكتبه اسكندريه. متنساش تتفرج على الفلوجات اللي فاتت، تتفرج على الفلوجات اللي جايه، تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. سلام.